يا صباح النور والسرور، صباح الطاقة الإيجابية في توقيت مصر أم الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. جيت لكم النهاردة في فيديو جديد وروتين جديد، يا رب يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. حابة أشكر كل اخواتي وحبايب قلبي اللي انضموا واللي موجودين معايا على القناة. النهاردة كده الفيديو كله طاقة ايجابية، وتحديكي انك تقومي دلوقتي تشغلي الفيديو وتعملي معايا اللي وراكي كله. قبل بس ما نبتدي الفيديو كده، ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولو حبيتيني واستفدتي مني لو حاجة بسيطة، ما تنسيش تحطي لي اللايك اللي بيفرق معايا والكومنت اللي بيشجعني، وتشتركي في قناتي. بسم الله. عارفين لما تصحي من النوم ومش قادرة تحركي نفسك؟ الطاقة اللي حوالين منك ساعات بتكون سلبية جدا، مش قادرة حتى تعملي اي حاجة. بس حاجة صغيرة ممكن تغير كل حاجة. اهم حاجة اول ما تصحي كده انك تجيبي سجادة الصلاة، تبدأي يومك بالصلاة وبذكر الله وتقري الاذكار كده. بجد هتحسي بطاقة رهيبة، وهتحسي انك تقدري تكملي يومك بكل نشاط. مهما بقى كان مزاجك الصبح، مهما كنت قايمة عاملة ازاي، بمجرد بس انك تجيبي سجادة الصلاة وتصلي وتقري الاذكار، ده كده انت عملتي انجاز. والنهاردة يومك هيبقى يعني مليان طاقة ومليان نشاط. وفي آية بتقول واستعينوا بالصبر والصلاة. وان شاء الله كده احنا لو استعنا بالصبر وبالصلاة، ربنا هيقوينا وهيخلينا قد الدنيا دي كلها. بجد والله الواحد ساعات بيبقى قايم كده عنده طاقة رهيبة سلبية، مجرد ما بيجيب سجادة الصلاة ويصلي خلاص كده كل حاجة بتروح لمكانها. حاولي دايما افتكري اللي هي الآية اللي قلتلك عليها، اللي يستعينوا بالصبر والصلاة، وقوليها كده من جوه قلبك. والله لما يومي بيبدأ كده بيها، وبتستعيني بالله وبذكر الله وانتي بتصلي كده، تقولي يا رب قويني النهارده، يا رب انا قدامي حاجات كتير وعايزه اخلصها، قويني يا رب، قويني على اولادي، قويني على بيتي، قويني على حياتي كلها. اقسملك بالله ربنا هيخليكي كده فوق الدنيا وقد الدنيا. عايزه اقول لكم ان انا موضوع الايجار معايا الحمد لله اتحل. انا هفضل قاعده في الشقه اللي انا فيها ديت لمده سنه كمان، عشان خاطر الايجارات كلها غاليه بره وكده. فانا بنات قلت بدل ما انزل من شقه لشقه وعفشي يتبهدل ويتكسر، واصلا الونش اللي هو بياخد العفش دوت مبلغه بقى عالي جدا. فبدل ما اجيبه مرتين لا، فهو بقى خليني قاعده كل اللي حوالين مني قالوا لي كأن الفلوس الايجار ديت انت كنت داخله بيها مشروع، والمشروع ما عملش معايا، او ما توفقش معايا. كأنك مثلا ايه قعدت بيهم برضو كده. فانا مش هلاقي مساحة في نفس الشقة دي. هو المبلغ عالي، بس الحمد لله على اللي بيجيبه ربنا. عارفه ان شاء الله بعد كل دوت ربنا مخبيلي حاجه حلوه، وحاجه ان شاء الله تليق بصبري اللي انا صبرته. والحمد لله على كل اللي بيجيبه ربنا. ربنا مش بيعمل حاجه وحشه ابدا يا بنات. الحمد لله على الرضا والقناعه وعلى كل حاجه الواحد والله عايش بيها. وحياه ربنا الواحد عنده قناعه ورضا باللي مش موجود عنده، بيفضل يقول الحمد لله. ربنا ان شاء الله هيراضيني، ربنا ان شاء الله هيعمل كل حاجة انا نفسي فيها، بس بالصبر والرضا، وان انا احب الخير لغيري عشان ربنا يديني بيه ويراضيني بيه. عايزه اقول لكم لو جبتي حاجه صغيره تفرحك، والباقي بعد كده بيجي بعد كده. والدنيا مش بتقف والله العظيم، والدنيا مش مستاهله الزعل ومش مستاهله اي حاجه وحشه. احنا الحمد لله ربنا مراضينا في بيتنا وفي عيالنا. وعايزه اقول ربنا يا رب ينصر اخواتنا المستضعفين في السودان وفي كل حتة والله، ويجيرهم في مصيبتهم يا رب. الواحد زعلان قوي، الواحد مش عارف يلاحقها من هنا ولا من هنا، ومناظر صعبة جدا. فيا رب كده يعينهم ويقويهم على اللي هم فيه، وينصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ادعوا لهم يا بنات في الكومنتات، بجد الواحد مناظرهم صعبة قوي الحمد لله.
الحمد لله على نعمة المأوى، والحمد لله على نعمة البيت اللي احنا فيه والوطن، حتى لو الحاجة غالية والحاجة كده، بس الحمد لله ان احنا مش في حرب او ان احنا في مثلا في حاجات زي اللي بتحصل دي، فالحمد لله. تعالوا بقى النهارده كده نشوف احنا عملنا ايه في البيت. عايزاكم تتفاعلوا على الفيديو، والله العظيم انا تعبت فيه جدا. عايزه اقول لكم ان اليوم دوت انا كنت نازله عند ماما، بس والله قلت لازم اخلص البيت الاول عشان لما ارجع من عند ماما يكون يعني البيت نضيف، ويكون ان انا عامله الفيديو معاكم وكده. وقلت بقى لا انا مش هنزل، وقعدت بقى اتنرفزت على اولاد، قلت لهم انا مش هنزل خلوني اخلص. عايزه اقول لكم انا لو شلت الصوت اللي هو انا كاتمه الصوت بتاع الفيديو اصلا، هتلاقوني بزعق وطلعوا وقعدوا بره، وقصيت من الفيديو كتير. يونس كان كل شويه واقف ورايا وقاسر وكده. هما عايزين يظهروا، يعني هما بيقفوا قدام الكاميرا وانا بصور عايزين يظهروا، بس انا مش عايزه اظهرهم دلوقتي. يعني رغبه باباهم كده وباباهم عاوز كده، فانا محترمه كلامه ومحترمه رغبته ان هو مش عايز يظهرهم دلوقتي. اول حاجه كده ان انا دخلت اوضه النوم، خلصتها زي ما انتم ما شايفين، وفرشناها الفرش الشتوي، بس ما فرشتش دفايه على السرير لان السرير يعني يعني الاوضه ديت اكتر اوضه عندي حر في الشقه. ففرشت كده ملايه وطلعت بطانيه خفيفه خالص كده، وقلت بقى يعني ضغطته كده بيها وفرشت بقى كده الفرش الشتوي. اوضه النوم عندي انا ماليش غيار، يعني ملهاش غيار تاني في السجاد او بديل السجاد. هما الثلاث مشايات دول كانوا عندي. وسبحان الله عايزه اقول لكم حاجه يا بنات، والله العظيم ثلاثه. انا الاوضه القديمه انا جبت ثلاث مشايات للاوضه القديمه عندي اللي هي في الشقه القديمه، والثلاث مشايات دول كانوا مش يعني ما اتفرشوش، اتفرشوا اتنين وشلت واحدة عشان كانت الأوضة ايه، يعني هما كانوا اتنين بس. وسبحان الله لما جيت هنا اتفرشوا التلات مشايات. فقلت لماما بصي يعني ربنا خلاني جبت واحدة تالتة عشان لما انقل، فربنا عمره ما بيعمل حاجة وحشة ابدا. دخلت بقى بعد ما خلصت اوضه النوم كده، مسحت الموبيليا كلها وخلصت كل حاجة في اوضه النوم، خليتها بتبرق كده فل شمعة منورة. دخلت كان في حبة حاجات في المطبخ عايزة تتعمل، بس صورتها لكم قبل وبعد. طبعا هتشوفوا التلاجة مربوطة بحبل طبعا من يونس. خلص على البوتاجاز، دخلي على التلاجة، وبعد التلاجة دخلي على دولاب المطبخ زي ما انتم ما شفتوا اول الفيديو كده. دولاب المطبخ كان وقع الحاجة اللي فيه، انا ما عنديش رف فيه، فيعني اتصرفت كده. كان عندي ترابيزة اللي هي البلاستيك دي يا بنات، الجيش بيقول اتصرف. رحت ايه بقى حطوها كده، وحطها الحاجة اللي انا بستعملها فوق، والحاجة اللي هي مش بستعملها قوي حطيتها من تحتها كده. خلصت هنا بقى المطبخ كده، بصوا كل حاجة فل شمعة منورة. فرشت دي كمان على الارض عشان خاطر الارض ما تبقاش عريانة. قولي برضو رأيكم، دي احلى ولا اللي هي المشاية اللي بحطها؟ انا قلت تغيير، فاهمين؟ يلا بقى فقرة الرغاوي وفقرة الحمام كده. هنعمل برضو الحمام. طبعا قايله لكم ان انا كل يوم بعمل الحمام الحوض والتواليت والبانيو ممكن يوم ويوم. فانا النهارده كده رحت عملت الحيطان من تحت، لان الحيطان من فوق لقيتها نظيفه يا بنات. فايه ما تهلكيش نفسك، وما يعني ما تعمليش مجهود وانتي بيتك نضيف. الحاجه اللي عايزه تتعمل يا بنات اعملوها، والحاجه اللي مش عايزه تتعمل سيبوها. يعني مثلا يعدي عليها يوم يومين تاني هتلاقوها بقى ان هي عايزه تتعمل اصلا، يعني خلاص كده. تعالوا بقى اقول لكم على خطوات بسيطه لو مشيتي عليها بيتك بصي هيرجع من الصفر زي العنوان كده لقد الدنيا، وهيبقى بيتك نظيف ومرتب ورايق وكل حاجه حلوه كده زيكم. اول حاجه لما تقومي من النوم كده ابدأي ان انت ترتبي السرير بتاعك وتفرشيه بقى الفرش الشتوي، لان خلاص احنا الشتا خلاص جه والدنيا سقعت. والله عندنا في اسكندريه الجو سقع بالليل قوي. انا امبارح كنت قاعده وكنت مولعه المروحه، وقلت لاسر طفي المروحه ياسر عشان انا سقعت. مجرد بس ترويق السرير كده بيحسسك بطاقه ايجابيه من اول اليوم كده. وتفتحي شباك اوضه النوم، رشي معطر وشغلي بخور. لو عندك راديو ولاي كده على اذاعه القران الكريم. انا عندي الراديو مش بيفصل طول النهار، مشغلاه والله. وساعات كده بحب قوي ان انا وانا بروق البيت او بعمل الاكل بحب اسمع اللي هي الحاجات الفتاوي والحاجات اللي بتيجي يعني على اذاعه القران الكريم. وبحب مثلا كان في حاجات كتير قوي بنات ببقى كنت عايزه ابقى اعرفها وكده، والله العظيم بلاقيها بالصدفه بيحكوا فيها. اللي هو
لو مثلا ينفع ان انا اتوضى على هدومي، يعني على العبايه من فوق او حاجه لو انا في مكان او حاجه. فحاجات كده جميله بتيجي وراحه نفسيه طول ما انت كده بتسمعي الحاجات دي، والله راحه نفسيه. تاني حاجه يا بنات، انك تنضفي الحمام. نضفتي الحوض خلاص والمرايه، سريع خطوه بسيطه بس كده بتلاقي كده الفرق واضح في الحمام. برضو رشي فيه معطر وكده. بتنظمي بقى الحمام، لو مثلا في مثلا بتحطي مثلا فوطه في الحمام مثلا بتحطيها. لو في حاجه عايزه تتغسل بسرعه شغلي الغساله. تمام. تنظيف بقى اوضه المعيشه اللي احنا قاعدين فيها على طول على طول، دي اول باول تبقى ايدك فيها. كل يوم كده تقومي من النوم تفتحي الشباك بتاعها او البلكونه، وتروحي بقى عاملاه بالمكنسه بالكهرباء او المكنسه العاديه. شوفي انت حابه ايه. انا اسفه بنات. ففي حبيبه قلبي، انا افتكرت دلوقتي بس قبل ما انسى، كانت كاتبالي كومنت امبارح، قصدك ايه على غسيل السجاده على الناشف. يا روح قلبي انا هعملها معاكم قريب على القناه. انت بس بتنفضي السجاده او بتعمليها بالمكنسه بالكهرباء وبتطلعيها على سور البلكونه كده. بتجيبي بلاستيكه فيها حبه خل وميه وبرسيل جل واوكسي ودوني، ويعني ايه خلطه كده. انا كتبتلك في الكومنتات. وحبه خلي كده عشان الخل بيعقم وكده. وبالفرشه بتاعه غسيل السجاد، وتروحي رايحه جايه عليها كده كانك بتغسليها بس من غير ما تبليها. والله هتحسي ان انت غسليها، وهتحسي بصوا ان هي لسه جايه من المغسله. جربيها ان شاء الله وهتدعيلي. بعد كده بقى يا بنات، المطبخ ده كل يوم. انا امبارح يعني كنت كده شايفه مقطع كده ان هي بتقول ايه، انا عملت خلطه والخلطه دي بقعد عليها 5 6 شهور ما عملش المطبخ. ازاي؟ احنا طبعا المطبخ لو ايدك مش فيه كل يوم المطبخ بيتكركب. اكتر حاجه بتكركب الشقه هي المطبخ. مجرد ما تدخلي تغسلي المواعين وتمسحي الرخامات وتمسحي البوتاجاز وتعملي الارض بتاعه المطبخ كده، كل سنه وانت طيبه المطبخ نضيف معاكي وفله. طبعا بقى الحيطان والحاجات دي والدواليب، ممكن الدواليب مثلا لو انت مرتباها وايدك فيها دايما على طول، يروح قلبي هتلاقي الدواليب اصلا نضيفه ما فيهاش اي حاجه. ممكن كل شهرين، ممكن كل شهر ونص تعملي الدواليب. لو بتحبي مثلا تغيري تحطي حاجاتك من فوق حاجة كده، يعني فاهمين. بس تجمعي بقى الغسيل بقى، يعني سادس حاجه او خامس حاجه ما اعرفش وصلت ليه. تجمعي كل حاجه عايزه تتغسل وتحطيها في باسكت الغسيل عشان الغسيل ما يبقاش متكوم عليكي وكده. الكركبه، يا لهوي على الكركبه. طول ما البيت متكركب وفي كركبه، طول ما انت هتبقي مخنوقه ومتضايقه. والكركبه اصلا يا بنات في البيت مش حلوه. فاي حاجه انت مش حباها في البيت او مش عايزاها، ممكن تجيبي كده يعني مثلا شنطه كبيره تعبي الحاجه. لو مثلا لعب اولاد وفي حد محتاج مثلا يعني مثلا مش مقتدرين يجيبوا لهم لعب او اي حاجه، انت ممكن يا حبيبه قلبي تروحي اخده اللعب دي وموديها لحد محتاج. لبس اولاد، لبسك، اي حاجه انت مش محتاجاها طلعها لله عشان ربنا يبارك لك. لو انت مش بتحبي مثلا تدي حاجه عيالك لحد او كده، فممكن مثلا تحتفظي بيهم بقى في اي حته يعني بعيد عن ايدك كده، عشان خاطر الكركبه في البيت بتعمل اصلا طاقه سلبيه لوحدها. فحاولي كده على قد ما تقدري اي حاجه تقدري تستغني عنها تستغني عنها. تعالوا بقول لكم انا عملت ايه في الحمام. الحمام بقى خلصته خالص، وكنت بقى مرتبه معاكم المطبخ كده، وعملت ورا الغساله وعملت ورا التربو وشلت ورا البوتاجاز، بس انا كنت عاملاه معاكم قبل كده فعملتها بسرعه. طبعا عايزه اقول لكم يا بنات ان الصابون السائل اللي عندي في السوق جربت كذا حد وبجد مفيش الا غير واحد بس بتاع يعني تركيبات، تاخدي من عنده التركيبه وانت تعمليها في البيت. فان شاء الله هنزل كده اجيب التركيبه وهجربها واشوف هتبقى حلوه ولا لا. غسلت بقى السجاده وخلصت الحمام، قلت بقى كده اشطف وشطفه. انا عملت من ورا الغساله كده بعد ما قفلت، لان انتوا شايفين طبعا اللعب اسر ويونس كانوا صاحيين. فسبت بقى السجاده تصفي كده ميتها لغايه ما كنت البس والبسهم واحضر شنطتي كده وانا نازله عند ماما. واطلعها بقى اخر حاجه كده احطها في البلكونه تاخد يوم اللي انا هقعده عند ماما دوت تنشف فيه براحتها. حاولي بقى وانتي نازله من البيت ما يكونش وراكي غسيل مثلا على الحبل او اي حاجه كده. اقدر اقول لكم ان الفيديو بتاعي خلص. يا رب اكون عند حسن ظنكم واستفدتوا مني ولو حاجه بسيطه. ما تنسوش بالله عليكم تكبروا بخاطري في الكومنتات وتتفاعلوا على الفيديو عشان يوصل. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.